يستعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لخوض مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي والذي سيقام في السعودية لأول مرة في التاريخ، وذلك بعد تأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية بعد فوزه على إنبي ب3 أهداف نظيفة، بينما تأهل نادي الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح. وسيلتقي النادي الأهلي مع نادي الزمالك في المباراة القادمة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي يوم الجمعة المقبل 8 مارس في 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد الأول بارك، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وتمكن النادي الأهلي من التتويج ببطولة كأس مصر 38 مرة في تاريخه، بينما توج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر 28 مرة في تاريخه. والتقى الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في 20 مواجهة من قبل، فاز النادي الأهلي في 9 مواجهات وفاز نادي الزمالك في 9 مواجهات، وفاز القطبين باللقب بالمناصفة مرتين. وكانت آخر بطولة كأس مصر توج بها النادي الأهلي النسخة الماضية موسم 2022 بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف. بينما كانت آخر بطولة كأس مصر توج بها نادي الزمالك موسم 2021 بعد الفوز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، وكانت آخر نهائي كأس مصر جمع بين الفريقين. ويسعى كل من النادي الأهلي ونادي الزمالك للفوز في المباراة القادمة وحسم كل فريق اللقب لصالحه لإسعاد جماهيره، كما ستكون البطولة دفعة معنوية للفريق الفائز في استكمال مشواره في كافة البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم.